انا كنت بركب موتوسيكلات من حوالي 4 سنين او 5 سنين، ومن سنه كده او سنه وشويه بدات ان انا افكر ان انا افتح معرض موتوسيكلات كده. اهم حاجه عشان السيفتي بتاع البني ادم، اولا لازم يكون متعلم موتوسيكلات كويس، يعني مش مجرد ان هو عرف ان هو يوازن نفسه ان هو خلاص كده بيسوق موتوسيكلات، لا لازم يعرف ازاي هيجري بالموتوسيكل، ازاي هيعرف يوقف الموتوسيكل لما يجري بيه، ازاي هيعرف يوازن نفسه كويس، ازاي هيعرف يمشي في وسط العربيات. اهم حاجه جدا ان هو لازم يلبس الهلمت، تمام، والجاكيت السيفتي والجوانتي والركب. افضل حاجه للمبتدئ ان هو يبدا بيها سكوتر صغير، عشان بيبقى سواقته سهله، بيبقى اولا اوتوماتيك ما فيهوش نقلات، فسواقته سهله، مش محتاج اي حاجه توازن نفسك، بس بيبقى وزنه خفيف، وادوبك بنزين، فرامل قدام فرامل ورا زي العجله بالظبط. الفرق بين الريسنج والكروزر، الريسنج دي حاجه اسمها سوبر سبورت بايك، دي حاجه بتاعت جري، يعني دي حاجه بقى لهوايه الجري. الكروزر حاجه يعني هي شوي اكتر منها ان هي لمحبي السرعه والجري وكده يعني. اهم حاجه بس عاوز اتكلم عليها في موضوع الموتوسيكلات الصيني ده، موضوع الترخيص، ان هم دلوقتي الموتوسيكلات دي انتشرت جدا ومش مرخصه، بتسبب ازعاج جامد قوي للناس، ودي بتدي سمعه وحشه عن الموتوسيكلات. مش كل الموتوسيكلات الصيني، بس للاسف دلوقتي اغلبهم. سواقين العربيات بيتضايقوا لان هو ممكن بيشوفوا ان هو بتبقى السكه زحمه والموتوسيكلات بتمشي، وهم مش بيعرفوا يمشوا زينا يعني. والناس برضو لسه ما عندهاش ثقافه انت تاخد بالك ان في موتوسيكل ماشي جنبك. الناس بتزنق وبتعمل وبتحصل كوارث بسبب الموضوع ده. ليه ما يبقاش فيه تراكات زي بره، تمام، بحيث ان هو الواحد يطلع طاقته في التراك بدل ما يطلع طاقته في الشارع، يطلع طاقته في التراك.